المواجهات بين اللاعيبه والمدربين دايما بتكون من اكتر اللحظات اللي بتشعل الاجواء في الكرة. ساعات بتبقى حماس زايد، وساعات بتوصل لخناقات وتصريحات تقلب الدنيا. النهارده هنتكلم عن اشهر واقوى المواجهات اللي حصلت بين اللاعيبه والمدربين، سواء على الخط او في التمارين او حتى في المؤتمرات الصحفيه. يا ترى ده بسبب الضغط والعصبيه ولا في مشاكل حقيقيه بالفعل؟ وقبل ما نبدا ما تنساش تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من الواضح ان ميسي مستأمن التبديل، وده بالفعل اللي باين على ملامحه وهو على دكة البدلاء، وده اللي خلاه حتى ما يسلمش على مدربه وهو خارج. تاني لقطة معانا كانت بين صلاح وكلوب، اللي حرفيا صلاح ما كانش طايق حتى يبص في وشه، وفضلوا مولعين كده حتى بعد الماتش. وده اللي خلى الاتنين يتسطروا على الموضوع عشان الدنيا ما تولعش اكتر. صراحة انا احترمت كيبا جدا بعد اللقطة دي، لانه رفض الخروج لانه كان واثق من نفسه 100%. وبالمناسبة هو صد ضربة الجزاء بعدها بكام دقيقة. هنا طبعا الاسطوره كريستيانو رونالدو مش متعود على انه يخرج من الماتش قبل ما يكون قايل سي 3 أو 4 مرات كده، وهنا كان بيشتكي انه ازاي، وطبعا كان عنده حق اللي هو يعني رونالدو برضه. مارتينيز بيروح الملعب يشوط في الازاز بس ولا ايه؟ هنا بقى كلوب كان بيقنع ميلنر هو ليه خرجه، وفهمه وقال له انه عايز نشاط في الوقت ده من المباراة، واللي فعلا اتحقق وقدر الفريق يسجل ويفوز. هنا بقى اوسيمين كان بيشتكي انه خرج لمجرد انه ضيع ضربة جزاء، وبيشتكي ورافض الفكرة تماما، وبيقول له ان الفريق كان محتاج مهاجمين ومش مهاجم واحد. ده فيديو صوره بول بوجبا يوم الماتش وهو في المدرجات، واللي كان معناه انه عاجبه الهدف اللي جه فيهم، وده اللي خلى مورينيو يبقى على اخره منه وخلاه ما يحضرش التدريبات تاني يوم بعد الفيديو بتاعه. ده بقى ماتش مصارعة مش كورة.